هاي. لو انت بتحب الكتب فاحنا النهارده هنحكي لك واحد من اهمهم: العادات الذريه. هل فكرت في يوم انك لو غيرت عاده صغيره ممكن تغير حياتك؟ في كتابنا الشهير العادات الذريه لجيمس كلير بيقول لنا ان التغيرات الصغيره لو استمرينا عليها ممكن تحقق نتائج ضخمه. الكتاب مش بس بيشرح ازاي نكون عادات جيده، لا، ده احنا كمان ازاي نتخلص من العادات السيئه بتاعتنا. العادات. ازاي ممكن العادة تغير حياتك؟ فكرة كلمة عادة ذرية مبنية على تغيير كل يوم 1%. الفكرة بس مش ان انت تغير 1%، لا، انك تراكم 1%. التغيرات الصغيرة لما بتتكرر يوميا تخلق فارق كبير على المدى البعيد. مش مهم التحول الضخم، لكن مهم الانتظام. طب ازاي؟ جيمس كلير قال لنا على 4 قوانين لبناء عادة جديدة، وأولهم: خليها واضحة. انت تعرف ان من افضل الطرق لبناء عادة جديدة هو تحديد عادة انت بتعملها كل يوم وتعمل معاها العادة الجديدة. وده يا عزيزي اسمه تجديس العادة. احنا لازم واحنا بنبني عادة جديدة نحدد الوقت والمكان المناسبين ليها. وده ليه؟ عشان البيئة المحيطة محفز مهم جدا. زي مثلا انا هصحى من النوم، هقعد على مكتبي وانا بشرب القهوة وبقرأ الكتاب. كده انت حددت الوقت والمكان وعملت العادة الجديدة مع العادة القديمة. تاني حاجة: خليها جذابة. انت تعرف ان كل ما تخلي الفرصة جذابة بتبقى من المرجح انها تشكل العادة. احنا في حلقة فيدباك مدفوعة بالدوبامين، وما بيرتفع تحفيز الفعل المنشود. طب ازاي يعني نعلي الدوبامين؟ ببساطة، بتوقع المكافأة، لان هو المحفز الفعلي. يعني انك تعمل حاجة بتحبها مع الحاجة اللي المفروض تعملها. زي مثلا انا هقعد اذاكر وانا بشرب الايس كوفي. تالت حاجة: خليها سهلة. انت تعرف ان الشركات مش بتعمل حاجة جديدة، انما بتاخد القديم بتخليه اسهل. يعني مثلا زي الابليكيشن، اول لما بتدخل على شي ان بيبقى مكتوب باي ناو، بيسهل عليك عملية الشراء. وبدل اما نقول انا هقرأ ساعة كاملة، احنا نقول انا هقرأ صفحة واحدة. رابع حاجة: خليها مشبعة. انت تعرف ان الدماغ البشرية اتطورت بحيث بتولي الاهتمام للمكافأة الفورية. احنا دايما بحاجة للشعور بالنجاح، ولو بصورة بسيطة. وإياك والانقطاع مرتين. ولو نسيت تعمل العادة الجديدة خليك حريص انك ترجع لها بسرعة. ولازم نراقب تقدمنا، زي انك تجيب بطرمان مثلا، وكل ما تروح الجيم تحط دبوس، وكل ما البطرمان بيتملي اكتر هتحس انك انجزت حاجة، ومع الوقت هتحس انك حققت نتائج. تعالى بقى اقولك ازاي نتخلص من عادة سيئة. ببساطة شديدة، انك تعكس القوانين الاربعة. يعني بدل ما تكون واضحة خليها خفية. يعني ايه؟ لو انت قررت تمشي على نظام غذائي صحي، تتخلص من كل الاكل الغير صحي اللي في تلاجتك، زي الوجبات السريعة والسكريات المصنعة. تاني حاجة: خليها غير جذابة. زي انك تتوقع النتيجة الأسوأ. يعني تقول انا لو ما ذاكرتش النهاردة انا هسقط. تالت حاجة: خليها صعبة. يعني لو عايز تقلل السوشيال ميديا تعمل ايه؟ تقوم عامل اوت من على الاكونت، وبعديها تخفي الابليكيشن. وبكده انت بدل اما تكون بتعمل خطوة واحدة، انت هتعمل على دخولك الابليكيشن بتعمل 3 خطوات. رابع حاجة: خليها غير مشبعة. من الآخر كده، اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة. زي اللي بيعمل دايت عشان يخس بيسيبه في الآخر، غير اللي عامل لايف ستايل، يعني الأكل الصحي حياته. هو مش هيمشي على الأكل الصحي فترة وهيسيبها، لا، ده لايف ستايل، حياة كاملة. وخلي تكاليف عادتك السيئة وخلي تكاليف عادتك السيئة
مؤلمة وعلنية. وفي النهاية يا عزيزي، النجاح مش وليد قرار مفاجئ، لكن نتيجة لتكرار عادة صغيرة بشكل مستمر. كل عادة ذرة بتتغير مع الوقت، الذرات دي بتبني مستقبلك. الكتب بتغير، واحنا هنا علشان نسهل لك الطريق.